يا مساء الجمال عليكم، بسم الله ما شاء الله، وصفة جديدة جميلة مقرمشة تحفة. ما تنسوش اللايك أهم حاجة بالله عليكم. سامعين القرمشة؟ سامعين مفيش الصوت؟ بقى بعد كده لايك 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 لايك، لأن أنا بدخل في الفيديو بعد كده دلوقتي بقى انا بنسى. هعمل شاورما. في عندي البانيه انا بجيبه واتبله واشيله في الثلاجه بالتبل في الفريزر، اطلعه يفك بالتتبيله بتاعته وهقطعه ونشوف بقى هنعمل ايه. اهو بالكبه اللي هناك دي اللي عملت لها ريفيو في الفيديو اللي قبله، عملت بيها الايه الخضار دي من غير كهرباء من غير اي حاجه. ولو عايزين تشوفوها ارجعوا الفيديو اللي قبل ده هتشوفوا الخضار ده اتعمل بمنتهى السهوله من غير كهرباء وباليد وكده و100 100. جبنا الشاورما وجبنا عيش تورتيلا وهنشوف طريقه جديده خالص لسه اول مره تشوفوها، وان شاء الله هتعجبكم وطريقه تحفه ولذيذه، والواحد فعلا زي من كل الاكل وعايز حاجه جديده يشوف بقى ايه طريقه جديده للاكل. هنعمل الشاورما وهنجيب بقى التوابل وهنشوف هنعمل ايه خطوه بخطوه. يلا بينا على البوتاجاز كده. شويه زيت على النار، نفتح بقى البوتاجاز ومعاها حته سمنه. استنى بس تسخن، بعد كده نروح نازلين عليها بالايه بالشاورما الفراخ. بصوا احنا مقطعينها ازاي، مقطعينها مكعبات ايه كبيره شويه، شايفين؟ بس اول ما نلاقي الزيت تشتش كده نعرف ان هو سخن، ننزل بقى الشاورما تمام. تاخد صدمه تقفل المكان بتاعتها. تجيبيها كده في الجريل وتسيبيها ما تجيبهاش لغايه اما ايه تحس ان خدت لون من تحت وما تنزلش ميه. انزلي بقى عليها بالبهارات. عندي بهارات شاورما، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود. ما تكتريش الملح عشان خاطر هي متبله اصلا وفيها بهارات شاورما فيها ملح، وادي زعتر وبابريكا. هتعملي بقى كله كده على بعض وتنزلي عليها عشان ايه تستوي في البهارات بتاعتها. طب الميه بتاعتها دي شويه كده، وبعد كده نبقى ايه ننزل عليها بالخضار، عليها بالبصل، بقى بالبصل بالفلفل الاخضر فلفل الالوان. نروح نازلين ايه عليها، شايفين؟ خلاص اهي. هنا خلاص جبناه هنا بقى عشان يبرد حبه، عشان مش هينفع نشتغل بيه هو كده. ونشوف هنعمل ايه كل خطوه نعملها نجهز الخطوه اللي بعدها. نشوف هنعمل ايه تاني. جبنا لبن وحطينا فيه بيضه، هنملحه بقى عادي، نحط له فلفل اسود وملح. تمام. مجهزين معانا كمان دي، هنشوف ايه دي وهنعمل بيها ايه. خدوا معايا خطوه بخطوه ما تستعجلوش. نجيبها بقى كده كده، نعملها قرطاس عادي خالص اهو. بس اهم حاجه نكون قافلها من تحت كويس اهو. تمام. عشان نضمن ان هي تبقى كده هنجيب بقى ده نروح عاملين كده. اهم حاجه من هنا نقفل كويس. الخطوه دي بقى مهمه جدا، تقفلوه كويس كده وتسيبوه شويه ايه يمسك نفسه. شايفين؟ نجيب واحد تاني ونقفله برضه بنفس الطريقه كده. اهم حاجه برضه نكون قافلينه من تحت من هنا كده. قرطاس عادي. قفلنا القرطاس خلاص، بنبدا بقى ايه نأكد عليه تاني احنا بنلزق بقى كده. كتري. شايفه؟ امسكي بايدك كده خليه يمسك مع بقى نفسه. اهم حاجه ايدك تبقى ايه قافله كده لغايه ما ينشف. واحد كمان اهو جبنا الكورنيه ولفيناه اهو، سيبناه ينشف حبه كده، وبعد كده جبنا الشاورما بتاعتنا الجميله هي بردت حبه. هنبدا بقى نحشي واضغطي جوه شويه كده اهي. شايفين؟
خلصنا الكورن بتاعنا اهو. نطلع بقى بيه ايه على الفريزر. بصوا كمان هنحطه بقى في الفريزر عشان خاطر ايه يمسك نفسه شويه قبل ما نعمل فيه حاجه تاني. تمام. بصوا نص ساعه ونطلعه. ناخد واحده كمان. هنا انا حاطه ايه بقى؟ حاطه بقسماط ناعم، وحاطه دقيق، وحاطه نشا، وحاطه كريسبي اللي هو الاصفر بيجي من عند العطار ده المقرمش، بيبقى برضو جميل في بعد التحمير. وحاطه طبعا ملح قليل وفلفل اسود، وكفايه كده عشان خاطر متبقاش حادقه لان كل حاجه متبهره. وبعد كده بقى هتشوفوا شكلها النهائي بيبقى عامل ازاي. كله اهو. وهنروح بقى على الزيت، حاطين زيت على النار، زيت غزير وبيسخن، ونروح نسوي بقى مع بعض. الزيت سخن. كمان كمان. ويا ريت اللي وصل معايا لغايه اللحظه الجميله دي يكون حط لايك، يا ريت لايك لايك لايك، لان فعلا الفيديو ده اخد مني وقت ومجهود وفعلا يستحق. ووصفه جديده، واشوفكم في فيديو جديد على قناه حوادث ناين كيتشن. قرمشه وطعم وريحه وحاجه جديده وفرحه الكل، وكل سنه وانتم طيبين.